أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس البورصة من البداية إلى الاحتراف. هنتعلم في الفيديو ده أولا إزاي ندرس السهم ونحلله. تاني حاجة هنعرف إزاي ننوع المحفظة بتاعتنا وإزاي نتقبل الخسارة داخل المحفظة وإزاي نقيم المحفظة من وقت للتاني علشان نخرج من الأسهم الخسرانة. وأخيرا إزاي نعرف أسس وقواعد المضاربة الصح. بس كالعادة اعمل لايك للفيديو ده بيشجعنا نكمل، واشترك في القناة علشان تتابع باقي الكورس، وما تنساش تفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك إشعار أول ما ينزل فيديو جديد. نرجع بقى لفيديو النهاردة. هنتعلم ازاي ندرس السهم وازاي نحلل الأسهم اللي احنا عايزين نشتريها. أول حاجة اعرف ما تملك وما ستمتلك. من خلال الاستثمار في البورصة ممكن إن احنا نتعلم حاجات كتيرة جدا عن الشركات المتداول أسهمها في البورصة والصناعات اللي شغالة فيها الشركات، ومهم جدا لينا إن احنا نفهم الأسهم فهم جيد جدا قبل ما تفكر تشتريها. لو عندك معرفة جيدة بصناعات معينة أو بأسهم معينة، فالمعرفة الجيدة ديت هتدفعك للأمام وتخليك تتقدم دايما على المستثمرين اللي بيبيعوا ويشتروا الورقة المالية على الإشاعات بس أو على النصايح بس. إزاي بياخدوا قرارات على مجرد معلومات هم مش على علم بيها. علشان كده لازم نهتم دايما ان احنا نكون على معرفة كويسة بالاسهم اللي احنا بنفكر نمتلكها او نشتريها. تاني حاجة لنجاح المحفظة المالية هي تنويع المحفظة المالية. في مستثمرين كتيرة جدا ذو خبرة في السوق اللي بيقال عنهم ان هم محترفين ما بيدرسوش الاسهم. كل اللي بيعملوه ان هم بيركزوا على بعض الاسهم الممتازة في السوق، ودايما بيهتموا ان هم يتمسكوا بيها لمدة طويلة علشان عارفين ان ديت اسهم ممتازة بتحقق ارباح بشكل كويس. فلو كنت انت مش محترف مفيش قلق مفيش خوف. لو اتبعت اسلوب تنويع محفظتك هتتجنب التقلبات والتغيرات العنيفه اللي بتحصل لنوع معين من الاسهم داخل البورصه. يعني بافتراض مثلا ان انا مستثمر جديد دخلت اشتريت سهم ما في قطاع معين، والقطاع ده كان بينزل او يعني متدهور او حالته ضعيفه جدا في السوق، يعني معظم الاسهم القطاع اللي انا اشتريت فيها اسهمي متاثره بحاله القطاع. في الوقت ده طبعا انا هعمل خسائر. لكن لو انا عملت تنويع في المحفظه بتاعتي، اشتريت في 4 أو 5 قطاعات مختلفه في السوق، قطاع الصحه، قطاع تغذيه، قطاع استثمارات ماليه، قطاع بنوك، يعني بنوع المحفظه بتاعتي، بشتري 5 اسهم في صناعات مختلفه او في قطاعات مختلفه في السوق. لما تحصل مشكله في قطاع معين، ال4 قطاعات التانية اللي أنا شاري فيها أسهمي مش هتتأثر، هو هيبقى سهم واحد اللي اتأثر معايا في القطاع. وبالتالي ممكن أنا في الوقت ده عندي فرصة إن أنا أبيع السهم اللي القطاع فيه بيحقق خسائر وأعيد شراء أسهم في قطاع تاني بيكون متقدم في السوق. علشان كده تنويع المحفظة ديت حاجة بتطمن المستثمر وبتساعده على إنه يقلل من خسايره. تاني قاعدة اعمل واجبك. يعني إيه اعمل واجبك؟ لو ما كانش عندي الرغبة في إن أنا أبحث عن الأسهم وأبحث عن الشركات الكويسة في السوق، فمفيش داعي إن أنا أشتري أسهم. ممكن أشتري بدل منها سندات أو صكوك مالية متداولة ومتبادلة في السوق. وعلى الرغم من إن المعلومات دلوقتي بقت متداولة وفي سهولة كبيرة جدا عن طريق الإنترنت إننا ندخل نعمل سيرش على الشركات وعلى الأسهم الكويسة في السوق، فلو ما كنتش على علم جيد بالشركات اللي أنا هشتغل أو هشتري أسهمها، يبقى أتوجه للسندات أو الصكوك المالية اللي بتحقق عوائد مالية مناسبة لاستثماراتك ورأس مالك. القاعدة الثالثة لابد ان انت تتقبل الخسائر. انا ممكن ادخل اشتري اسهم والاسهم ديت بتحقق مكاسب بشكل كويس جدا. بشتري سهم عملت عليه دراسة جيدة، شايفه مستقبلا ان هو هيحقق ارباح كويسة، وبالفعل حصل اللي انا عايزه والسهم حقق ليه ارباح وعوائد كويسة. لكن لما اشتري السهم والسهم ده بيحقق خسائر، لابد ان انا اتخلص فورا منه واقبل خسارتي في السهم. والاهم ان انا لازم اكون محدد نسبه مئويه من راس مالي ان انا متقبلها في حاله الخساره. يعني انا اشتريت النهارده سهم والسهم ده بدا يتحرك عكس ما انا توقعت وبدا في الانخفاض، فانا بحدد لنفسي خساره 2 او 3%، وده على حسب ملاءتي الماليه اللي اقدر اتحملها. وفي الحاله دي لابد من وقف الخساره والخروج من السهم. القاعدة الرابعة لازم أعمل مراجعة أو تقييم لأداء المحفظة الاستثمارية اللي بملكها باستمرار. أولاً الملاءة المالية أو الأموال اللي أنا بشتغل بيها في شراء الأسهم، ده جهد أنا تعبت واشتغلت وكسبت مبالغ مالية معينة وبدأت عايز أستثمرها في الأوراق المالية. فعلشان ما أضيعش مجهودي وما أضيعش أموالي، لازم دايماً أقيم المحفظة الاستثمارية أو الأسهم اللي أنا شاريها داخل المحفظة علشان أتأكد إن المحفظة المالية بتاعتي بتمشي في الاتجاه الصح، وعلشان لو حصلت أي أزمات أو تطورات في سهم ما أنا شاريه داخل محفظتي، أقدر أتصرف بسرعة وأقدر أحول السهم الخاسر عن طريق البيع والشراء لسهم كسبان. علشان كده لازم نختار إن احنا نستثمر في شركات كويسة وكبيرة ليها سجل متين وسجل قوي في نمو أرباحها، وبيرتبط في أوقات كتير بعوائد أسهمها. يعني احنا بنشوف العوائد المحققة للأسهم اللي أنا اشتريتها في خلال السنوات السابقة قد إيه، وبالتالي بقدر أعرف إن الشركة ديت أرباحها بتنمو ولا بتقل. وعلشان تكون فاهم، في تصنيفات للأسهم. تصنيفات الأسهم ديت بتبقى على حسب الأهداف المختلفة للمستثمرين أو الخطط الاستثمارية للمستثمرين. الأسهم ديت بتنقسم لأقسام
وأول حاجة في تصنيفات الأسهم ديت اللي بتسمى بالأسهم الزرقاء. الأسهم الزرقاء ديت أسهم شركات ضخمة وراسخة في السوق، وليها تاريخ طويل من الأرباح، وليها دفعات أرباح منتظمة للمساهمين، بتقوم بتوزيع دفعات أرباح منتظمة للمساهمين. والشركات الضخمة ديت هي أقل شركات مخاطرة بالنسبة للمستثمرين. في نوع تاني من الأسهم واللي بنقول عليها أسهم النمو، هي أسهم في شركات ليها القدرة على النمو بمعدلات أسرع من الشركات اللي زيها، والشركات ديت توزيعاتها دايما ما بتكون قليلة. الشركات ديت أو أسهم النمو ديت دايما بتستهوي المستثمر اللي بيسعى للحصول على أرباح رأسمالية على المدى الطويل بدل من الدخل الثابت. يبقى الدخل الثابت ده اللي بتوزعه أسهم الشركات الزرقاء، اللي هي أسهم الشركات الضخمة، بتوزع دخل منتظم، وفي بعض المستثمرين بيفضل الدخل المنتظم فبيتوجه للأسهم الزرقاء. أما المستثمرين طويل الأجل اللي بيدخل يستثمر في شركة معينة بيهدف لتحقيق أرباح رأسمالية مستقبلية على المدى الطويل بدل من نظرته للدخل الثابت. في نوع تاني من الأسهم هي أسهم الدخل. أسهم الدخل ديت أسهم صناعات ناضجة. الأسهم ديت بتدفع جزء كبير من أرباحها للمساهمين كحصص في مقابل شراء أسهمها. زي إيه؟ زي شركات الخدمات وشركات المرافق وصناديق الاستثمار العقاري. وأسهم الدخل ديت بتستهوي دايما المستثمرين كبار السن، واللي بيهمهم إن هم ياخدوا دخل سنوي ثابت كل سنة وبيدور عليه، وما يهموش الشركة ومستقبلها على المدى الطويل. رابع نوع من الأسهم واللي بنقول عليها الأسهم الدفاعية. الأسهم الدفاعية ديت أسهم شركات ما بتتأثرش بدورة العمل، أرباحها دايما مستمرة حتى في وقت التقلبات الاقتصادية، ما بيحصلش فيها تقلبات وما بيحصلش فيها انخفاض في الأرباح، وعلشان كده بنسميها أسهم دفاعية. الأسهم الدفاعية ديت أسهم المنتجات والخدمات الأساسية زي شركات الغذاء وشركات المرافق والمياه الغازية. فلما بيحصل أي مشاكل في الاقتصاد الأسهم ديت أرباحها ما بتتأثرش بتقلبات الاقتصاد. بعد كده هنشوف الأسهم الدورية. الأسهم الدورية ديت أسهم بتعكس أداء الاقتصاد بشكل عام. الشركات ديت بتزدهر لما الاقتصاد يكون فيه ازدهار، والعكس تماما. ما بيحصلش أي ازدهار للشركات ديت لما يكون في مشاكل اقتصادية. والأسهم اللي زي ديت زي صناعة السيارات مثلا. الأسهم الدورية ديت بتستهوي بعض المستثمرين اللي دايما بيحبوا يستفيدوا من الاندفاع المستقبلي للاقتصاد. يعني في بعض المستثمرين لما بتحصل أزمات اقتصادية معينة ويبدأ الاقتصاد في التحسن فبيشتروا الأسهم الدورية دي، لأن مع تحسن الاقتصاد ومع ازدهاره هم عارفين إن هم هيبدأوا يعملوا أرباح من الأسهم دي. بعد كده هنيجي لأسهم المضاربة. أسهم المضاربة دي أسهم أرباحها شبه معدومة أو ضعيفة، لكن المستثمر بيبص ليها على إنها ممكن تحقق أرباح ضخمة في المستقبل. ومن ضمن الأسهم دي أسهم التقنية الحيوية وأسهم العقاقير الطبية. لكن الأسهم ديت بتعتبر أسهم خطرة، وإحنا مش بنفضل الاستثمار فيها بشكل عام بالنسبة للمستثمرين متوسطي الأجل وطويل الأجل. المفروض دلوقتي نتكلم عن استراتيجيات التداول، بس علشان ما نخليش الفيديو يطول زيادة خلينا نعمل ليها فيديو جديد الأسبوع الجاي. بس قبل ما تقفل الفيديو اعمل لايك وشجعنا نكمل، وقول لنا في التعليقات حابب نتكلم عن ايه الفترة الجاية علشان يعني يكون ضمن خطتنا.